بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل السمان وهي حلة محشي كده، وان شاء الله الطريقة تعجبكم بإذن الله. هنجيب السمان بتاعنا بعد ما نغسله وننضفه، وهنجهز خلطة المحشي معانا، الخلطة العادية ولها فيديو على القناة للبنات اللي لسه برضو جداد على المطبخ. ما هنحشي النهارده ورق كرنب وورق خس، ومعانا الحله بتاعتنا. بحب ان اقطع فيها يا برنجانه يا اما طماطميتين كده عشان الارضيه تبقى رطبه وجميله، والمحشي ما يلزقش معاكي. هناخد السمان بتاعنا بعد ما حشيناه من خلطه الرزات، وهنلوحه على النار علشان يقفل على الرز اللي جواه. طبعا انا ما بكتفهوش ولا بربطه، يا دوبك عادي خالص زي ما بنكتف الفرخه كده، وما بن ما بربطش لا الرقبه ولا الرجلين من تحت. معانا طبعا التوابل والبصله والطماطمايه، ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر، البوكيه بتاعنا الجميل ده. وهنضيف بقى الميه عشان هناخد الشوربه الجميله دي، برضو بيبقى طعمها حلو قوي، وهنسقي بيها المحشي بتاعنا. انا بحشي هنا اهوت زي ما قلت يا حبايبي ورق خس وورق كرنب. وهنغلق الحله بتاعتنا بعد ما سلقنا السمان بتاعنا اهوت زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، والله الرز ما بيخرج منهم، وبتبقى السمانه مقفوله على الحشو بتاعها وجميله. بعد ما بنحط المحشي بتاعنا على النار وبيبتدي خلاص بقى ان هو بعد ما بيغلي يبتدي يتشرب كده، ويبقى يعني خلاص اللي فاضل فيه شوربة قليلة، بنرجع نرص السمان على وش المحشي علشان برضو الرز لو لسه فيه سنة جمدان كده، وبيدي برضو في نفس الوقت طعم حلو قوي للمحشي بتاعنا. لما خلاص المحشي بقى بيتردد كده معانا وبيستوي، بناخد السمان وبنحمره قبل ما بنيجي نغرف الاكل بتاعنا، وبنقدمه ويا المحشي بتاعنا. بيبقى متشرب من بعضه وبقى جميل، وبألف صحة وعافية يا رب، وبألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين.